السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم نخوة كويزين. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. وصفة اليوم ان شاء الله الكبته مشويه في الفرن اللي رافقتها كيف ما تشوفوا معايا، رافقتها بالبصله والمطيشه والفلفله. كتجي جيده واكثر من رائعه، كتجي محمره لا ما تشوي ولا تقلي في المقله، جبد المجمر ووجاد وشوي. كتجي ساهله ماهله مشويه في الفرن، كتجي محمره كيف ما تشوفوا معايا، محمره وجديده. كنتمنى تجربوها على طريقتي وتنال الاعجاب تاعكم، كتعجب الكبير والصغير. وبلا ما نطول معاكم، بلا ما نطول عليكم، تفضلوا معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. ندوزو هنا عندي كما تشوفوا معايا عندي نص كيلو تاع الكبته، ندوزو باش ندير ليه الإقامة تاعتو. هنا عندي الملحه، طبيعة الحال تبقى على حساب الذوق، التحميره، سكينجبير، الخرقوم او الكركم، الابزار، ملون اصطناعي، خرقوم، هنا عندي كمون، هنا عندي فص تاع الثوم كبير اللي حكيتو رقيق، هنا عندي البصله مشلتها رقيقه، يمكن لك تحكيها، انا تنفضل نقطعها رقيقه. وغادي نضيف الربيع، قزبر ومعدنوس ومعلقه كبيره تاع الموطاز، وغادي نخلط الكل جيدا ونرجع لكم. ومن بعد ما خلطت الكبته جيدا كيف ما تشوفوا معايا، انا غنديرها كويرات مدورين، يمكن لك ديرها صبيعات. هنا عندي طاوه اللي غندخل الفران، هنا عندي كيف ما تشوفوا معايا البصله اللي قطعتها دوائر، ومطيشه اللي قطعتها دوائر، وهنا عندي الفلفله حتى هي قطعتها دوائر. الفلفله تتبقى اختياريه. كيف ما قلت غادي نوضع البصله في الطاوه اللي غتدخل الفران، غنوضعها ونرجع معكم. ومن بعد ما وضعت البصله غادي نوضع فوق منها مطيشه، ومن بعد غادي نوضع فوق منها الفلفله. ومن بعد ما سبت البصله وضعت فوق منها مطيشه والفلفله، غادي ندير فوق منهم رشه تاع الابزار، وغنضيف الملح، وكيف ما تشوفوا معايا بعد ما كملت غادي ندخل الطاوه للفرن طيب حتى تقرب طيب.
عاد نوضع فوق منها الكفته اللي درتها دوائر. بقاو معايا ما تمشيو فيه. ومن بعد ما طابت البصله ومطيشه الفلفله غادي ندوز باش نوضع الكفته كيف ما قلت اللي درتها دوائر. غنستمر بحال هكا حتى نكمل الكفته اللي عندي كامل. وهاهي بعد ما وضعت الكفته كامله ما بقى لي غير ندخلها للفرن طيب ونرجع معكم باش تشوفوا معايا الطبق النهائي اللي حضرنا اليوم. الكفته شويه في الفرن. بقاو معايا ما تمشيو فيه. طيب ونرجع معكم. وكيف ما تشوفوا معايا خوتي خواتاتي هذا هو الطبق تاع اليوم اللي حضرنا اليوم. كفته مشويه في الفرن رقتها بالبصله والمطيشه والفلفله كيف ما تشوفوا معايا كتجي محمره ورائعه. كنتمنى تجربوها بطريقتي بطبيعه الحال غادي تطلق وتنال الاعجاب تاعكم. كتجي بنينه رائعه جديده بطبيعه الحال. تاكلوا صبيحاتكم موراها كتجي رائعه. نبقى غير نقول لكم الا فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه.